خناقه في الاهلي بسبب محمد مجدي قفشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي الكتيبه، ويلا بينا نبدا حلقه جديده. حلقه النهارده جايين نتكلم فيها مش في اخبار لكن في تصريحات. حلقه النهارده هي حلقه تصريحات، وانت عرفت من كلام النهارده ان في مشكله في النادي الاهلي بسبب محمد مجدي قفشه. امبارح كان في لقاء صحفي، والحلقه دي مش هطول عليك بس انا عايز اتكلم معاك كده وناخد وند مع بعض. عايز الناس اللي بتفهم بس هي اللي تخش تناقشني. امبارح انا عايز اعرف ايه اللي حصل في لقاء ابراهيم فايق مع محمد مجدي قفشه. ايه الكلام اللي غلط اللي طلع قاله قفشه زعل الناس منه؟ الراجل اتكلم في بعض النقاط المهمه، اولهم النقطه بحبها قوي فيه ان الراجل على طبيعته، والراجل ما كدبش، والراجل ما تجملش. وهقول لك على حاجه، محمد مجدي قفشه صاحب الهدف اللي بالنسبه لجميع النادي او بالنسبه للكره المصريه هو الهدف الاعظم، بسبب الهدف اللي كسب النادي الاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا قدام نادي الزمالك. سيبك بقى من النقطه دي، تعالى نتكلم فيه. قفشه لا عمره غلط في الزمالك، لا عمره غلط في الاهلي، لا عمره غلط في اي لعيب او في اي نادي. راجل محترم وفي حاله، خلينا متفقين في النقطه دي. النهارده جاي اتكلم عن تصريحاته. الراجل طلع يتكلم في نقطه مهمه قوي وهي اللقطه وهي الشو. وبص عشان نبقى متفقين في الحته دي، الراجل لما طلع يتكلم ما طلعش خصص حد بذاته، ما طلعش لقح عامه، لكن الراجل اتكلم بطبيعته. بيتكلم على ايه؟ بيتكلم في نقطه مهمه. يعني مثلا ممكن يبقى في ماتش بين الاهلي والاتحاد السكندري، بين الاهلي وبين اي فريق، ممكن هو يعمل اسيست، ممكن يعمل هدف، ممكن يعمل اكتر، ممكن ياثر في صناعه اللعب، يغير النتيجه، يغير المسار اللعب، يعمل يبقى يكون شخص بارز او عنصر بارز في تشكيله النادي الاهلي ادت لفوز النادي الاهلي على الاتحاد السكندري مثلا 5-0. هتيجي تبص اللاعب اللي بياخد اللقطه هو اللي بياخد الترند، هو اللي بياخد كل حاجه. وطبعا انت عارف كلامه موجه لمين. فاكر من حلقتين ثلاثه قلت لك ان في لعيب في النادي الاهلي مصنف المهاجم الثالث لمارسيل كولر، وهناك على الهواء هو كهربا. الكلام كان موجه لكهربا وامام عاشور، لكن انا عايز اتكلم في نقطه ايه الكلام اللي غلط اللي قاله كهربا خلى مارسيل كولر زعلان منه. انا عايز اعرف، وده مش كلامي، ده كلام موقع القاهره 24، ان في مشكله دلوقتي بين كولر وكهربا بسبب تصريحات. وقفشه قال ان في بعض التصريحات اللي راحت لمارسيل كولر راحت له غلط. مين المستفيد ان التصريحات دي تروح لكولر بطريقه كويسه عشان يغضب على محمد مجدي قفشه؟ وبسبب تصريحات قفشه دي شكل قفشه هيقعد على الدكه شويه حلوين. بص خلينا نتكلم بمنتهى الامان. مثلا في ماتش السوبر هو اتكلم في نقطه ان هو راجل عمل اسيست وجاب جول، وامام عمل اسيست وجاب جول. ليه هو ما خدش احسن لاعب في الماتش وامام اللي خد احسن لاعب في الماتش؟ برضه المفروض حد يطلع يجاوب على الحته دي. الاثنين جابوا اهداف والاثنين عملوا صناعه هدف. ليه بقى هو ما خدش احسن لاعب في الماتش؟ قال لك ان في بعض اللعيبه بتاخد عشان خاطر اللقطه، والكلام ده كان مخصص قوي 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 مش لامام عاشور بنسبه 100%، لكن لامام وكهربا بنسبه مليون في المية. وراجل اتكلم قبل كده ان كان في خلاف بين لاعبين في الاهلي، ولما اتدخل حصلت مشكله. ممكن تكون هي دي اللقطه بسبب انه يطلع اسرار الفريق، لكن كلامي ده موجه مش بسبب النقطه دي، لا بسبب نقطه ان الراجل بيتكلم على اللقطه. محمد مجدي قفشه لما طلع يتكلم في تصريحاته ما غلطش في حد، ما شتمش حد، ما لقحش على حد زي لعيب معين لما طلع مع سيف زاهر كلامه كله تلقيح. يعني مثلا هقول لك على نقطه معينه وعشان تعرف ان دي مسرحيه وشغاله. لما سيف زاهر سال كهربا على الهوا وقال له رد عليه على موضوع شيكابالا وامام عاشور، لما اتكلم قال لك والله ده امام قايل لي اقول له حاجه. طب وامام ما طلعش يتكلم ليه يا صاحبي؟ قال لك والله انت عارف انه في المنتخب يا باشا وما ينفعش حد يطلع يتكلم. ما فيش تلت ساعه بالظبط وايه اللي حصل؟ جابوا فيديو امام عاشور من جوه اوضه منتخب مصر. طب ليه يا جدع ايه اللي حصل بقى كل ده؟ يعني اهو عادي عمل فيديو عادي وطلع يتكلم، مش عشان انت بتهجص تقول اي كلام ان انت مصدقك. هتقول لي ازاي؟ هقول لك طب ما هقول لك ما ينفعش يبعت فيديو، وبعت فيديو. يبقى مين الكذاب ومين اللي بياخد اللقطه ومين اللي عايز يتكلم على اسياده؟ يا كهروب عيب. تعالى نتكلم في نقطه مهمه قوي. هات لي لعيب من لعيبه النادي الاهلي جمهور الزمالك ما بيحبوش. الشناوي ما حدش عليه كلام، راجل محمد عبد المنعم ما طلعش يتكلم على الزمالك بطريقه وحشه، مروان عطيه ممكن اعد لك اكتر من لعيب من ضمنهم لاعب ابوه اعلامي بيوقع كل اللعيبه في بعضها. وكلمه مهمه قالها ابراهيم فايق قدام قفشه، انت لو كنت مع مذيع تاني وانت فاهم اقصد مين كان لبسك في حته، وهو عنده حق. بص من الاخر قفشه ما طلعش قال حاجه غلط، لكن عشان في ناس معينه ما بتحبش الصراحه وبتحب الكذب هيطلع محمد مجدي قفشه ويركن شويه. بالنسبه بقى لتصريحات سيد حفيظ، بص لك حاجه، سيد حفيظ انا لا بحبه ككادر اعلامي وما حبيتوش هو مدير كوره في النادي الاهلي، لكن الراجل بصراحه عنده حاجه مهمه مش موجوده في نادي الزمالك. هتقول لي هي ايه؟ الراجل ده حتى لو حصل خلاف بينه وبين الكابتن محمود خطيب، حصل خلاف مثلا بينه وبين المدير الفني، لما طلع يتكلم في اكتر من حته ما طلعش غلط في النادي، ما قالكش سلبيات النادي، ما طلعش غلط في اي حد من اللي كانوا سبب في رحيله. الراجل ما تقدرش تاخد منه تصريح
عشان الراجل ده بصراحه عامل حساب للنادي اللي كان شغال فيه، عكس اللي موجود في نادي الزمالك. لعيب لعب في نادي الزمالك 3 دقايق يطلع انا كان ليا فلوس، طب ما طلعتش بقى ميزان ليه؟ لا هو كده دلوقتي لاعب لعب في نادي الزمالك وحصلت مشكله يطلع يسيح للنادي وللجمهور ويقول لك انا زعلان وانا محدش قدرني وانا وهو اصلا تلاقيه على الفريق، يعني انت فاهم؟ او هات اي مدير فني مثلا مسك نادي الزمالك سواء مصري يطلع يقول لك انا كنت احق، انا كان المفروض اكمل، انا مش عارف ايه. لعيب تلاقي لك ما لعبش 3 دقايق ويقول لك انا كان من رموز الفريق وانا مش عارف ايه، وتلاقي لعيبه على كده واكل عيش على كده عشان تطلع ترين. لكن والله العظيم انا زي ما قلت لك لا بحب الكابتن سامح ككادر اداري ولا حبيته كاعلامي، لكن حبيته بسبب النقطه دي ان الراجل كان مخلص للنادي اللي كان شغال فيه. وتحيه وتقدير مني للناس المحترمه اللي بعد ما بتمشي المكان ما بتطلعش تفضحه. تعالى بقى اكمل لك اخبار مهمه، ان في غضب زي ما قلت لك بين مجدي قفشه وكولر، هتشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. لكن كولر هيقعد شويه غضبان على مجدي قفشه. النهارده كمان وفي فيديو مهمين قلناهم قبل كده لما طلعنا اتكلمنا على اللعيبه اللي هي ما راحتش المنتخب، النهارده بعد اصابه الفتوح كان من ضمن اللعيبه اللي كانت عمر كمال عبد الواحد اللي النهارده بعد اصابه الفتوح بيرجع لمنتخب مصر كواحد من العناصر اللي هتلعب ماتشين بتوع بوركينا فاسو. فان شاء الله توفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله الفتره الجايه هجيب لك اخبار مهمه بخصوص الصفقات. وما تنساش تتابع سلسله صفقات النادي الاهلي والنادي الزمالك عشان يوصلك كل جديد. انا هنا وصلت ملخص اخبار الحلقه او ملخص التقدير اللي اتكلم فيها. لو انت شايفني غلط او شايف ان اتكلم فيه غلط ممكن ترد عليا في الكومنتات بكل ادب واحترام. زي ما قلت لك وصلت للنهايه. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.